السلام عليكم. بزاف منا كيحسوا ان الحياه ديالهم تعطلات، ان الفرص مشات من يديهم، ان الناس سبقوهم وهما مازال واقفين بلا حركه. الا وقفنا لحظه وتاملنا غادي نلقاو ان الوقت ديال الله عمره ما كيخطا. وعلاش كيحسب لينا كاين الغوطاغ؟ اولا ضغط المجتمع، صحابك تزوجوا جابوا ولاد خدموا وانتي اولا انت باقي كتسول علاش انا. ثانيا المقارنه، كتشوفي ناس في السوشيال ميديا حققوا نجاحات وكتحس بان حياتك انت واقفه. ثالثا الجروح الشخصيه، كتفكر كتقول مثلا لو خرجت بكري من هذه العلاقه السامه حياتي كانت غادي تكون اسهل. وشنو هما الدروس من هذا الشيء؟ كاينين ثلاثه. الله سبحانه وتعالى كيختار الوقت المناسب، حيت الله عارف شنو صالح لك. حتى انت الا كتشوف الحاجه تعطلات راه جات في الوقت اللي خاصها تجي فيه. ثاني حاجه، كل تاخير حمايه، يمكن كان الضرر ديالك في انها لو جات بكري. ثالث حاجه، كل الم يساوي درس، كل دمعه كل صدمه هو تدريب لقوه جديده عندك لداخل. خلاصه، وقت الله كامل ما كيجي لبكري لم تعطل. وإلا فهمتي هذا السر هذا ما عمرك ما غادي تبقى تحس بالندم، حيت حتى اللحظات اللي كرهتيها كانوا جسور دي بيتي بون باش توصل للحياه اللي تستاهل انت. انا وفاء وهذا كلام نسى.